السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم من جديد على قناتكم وصفات امي الشاف نعيمه. فيديو ديال اليوم كاين واحد الكوتي اللي هو ساهل غرب البريوش بواحد العجينه تاع البريوش. غادي نديروا بها ثلاثه ديال الاشكال، كيجيو لذاذ مختلفين في المذاق وفي الشكل حتى هو. كيجيو قطنيين، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. راه كيجيو خفيف وكيجي هذا البريوش قطني، كيجي زوين بزاف. هاد الوصفه كتجي زوينه، ما كتاخذش لنا وقت اللي هو كبير. فقط غير بعجينه وحده غادي نخدموا هاد ثلاثه الاشكال. غنمروا باش نحضروا هاد العجينه هادي، هاد البريوش هذا فرجه ممتعه مشاهدينا الكرام. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غناخذوا كاس ديال العنبه اللي كياخذ 150 ملل ديال السوائل، كناخذوا به 2 كيسان ديال الحليب اللي كيكون دافي، وكنضيفوا عليه واحد الكاس ديال الماء بنفس الكاس اللي كيكون دافي حتى هو، ونص كاس ديال زيت المائده، وكنضيفوا 2 بيضات على حراره المطبخ. هنا بالنسبه للسكر كندير 6 المعالق كبار ديال السكر. كيجي السكر ديالهم ما كيجيش حلو بزاف. بغيتو يكون حلو بزاف ضيفوا حتى 8 المعالق. انا فقط 6 المعالق اللي درت، ولكن جات الحلاوه ديالهم مزيانه. وضفت ربع ملعقه ديال الملحه، وغادي نخلط هاد المكونات مشاهدينا الكرام هما الاولين. وهنا غادي نضيف عليهم واحد معلقه وربع ديال الخميره ديال العجن. صافي كنحركوا هاد الخليط. بالنسبه لهاد الدقيق راه مدخول كيكون عندي كيلو ديال الدقيق، غادي ناخذ منه واحد الكميه اللي غادي نخلط مع هاد السوائل، لان هاد السوائل غادي نخليهم يخمروا شي شويه، واحد 10 ديال الدقائق، باش كيعطونا واحد العجينه كتكون زوينه وكتكون قطنيه. كما كتشوفوا كنضيف الدقيق وكنخلط مزيان مع هاد السوائل. يعني كنضيف واحد 4 كيلو تاع الدقيق، ماشي المهم حتى تشوفوه ولا شويه ثقيل الخليط ديالكم. وكنجيب واحد الحامض اللي هو ليمون، كنحكو كامله القشور ديالها كيكونوا زوينين في هذا البريوش، كيعطيو مذاق اللي هو زوين. لان كاين عندي بروش معمر بالتفاح، عندي البروش غادي نعمرو باللوز او المكسرات اللي بغيتو. ضروري انني واخا درت الفانيليا احسن ديروا قشور ديال الليمون. استعمل الفانيليا اللي بغيتو. هنا بالنسبه لهاد التفاحات، 2 تفاحات اللي مقشرين مقطعين، غادي نخليهم نسلقهم واحد 10 دقائق. وبالنسبه للعجينه مشاهدينا الكرام، هذيك العجينه اللي خليتها على جنب غنخليها 10 ديال الدقائق عاد غادي نخدموها. كناخذوا واحد الطبسير كنديروا فيه 2 معالق ديال السكر كبار، ومعلقه تاع الدقيق، ومعلقه تاع الزبده. من بعد انايا الزبده بغيتي ضيفوا حتى 2 معالق اللي يعجبكم. بغيتو يعطيكم مذاق الزبده كثير ضيفوا 2 معالق. هنا بان ليا بان العجينه خاصها الدقيق، غنضيف لها واحد الملعقه ثانيه، يعني من 2 ملاعق ديال السكر، 2 ملاعق ديال الدقيق، وملعقه ديال الزبده. بغيتو ديروا حتى 2 تقدروا ديروهم في الزبده. ومن بعد حنا كنرملوهم غير بالاصابع ديالنا، ما كنعجنوهاش، باش يكون عندنا مرمل هذاك الخليط اللي غادي نزينوا به من الفوق البريوش. ضروري يكون على شكل حبيبات بحال سمول، ولا كما كنديروا الا كنديروا العجينه ديال الصابلي ديال لي طاخت، ما كنعجنوهاش، فقط غير بالاصابع. راه غنوريكم باش تفهموا ان شاء الله، توصلكم الفكره على هذا الشكل. راه خدمتها معكم في رمضان، واحد الفيديو في رمضان درت بها بريوش بحال هذا الشكل هذا. هنا العجينه بعد ما طلقات فوتات 10 ديال الدقائق، لما دوك السوائل طلقوا والخميره داك الخير كامل طلق، غنضيفوا على الدقيق اللي عندنا. قلنا الكميه ديال الدقيق هي كيلو ديال الدقيق ما يعادل 10 الكيسان ديال العنبه. انا في صندوق الوصف كما العاده غادي نحط لكم المكونات بالغرام وبالعنبه. هنا كنحاول نجمع الدقيق مع السوائل. هنا مشاهدينا الكرام غادي تاخذ ليا في الماء، غادي نجيب واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء اللي هو دافي، حيت ضروري العجينه تكون عندنا مطلوقه، ما تكونش عجينه اللي واقفه ولا العجينه اللي قاصحه. لا، باش يجينا البريوش قطني ويجينا زوين خاص العجينه تكون مطلوقه. هنا تاخذ ليا كاس ديال الماء اللي هو دافي ما يعادل 150 ملل، هو باش غادي نعجن العجينه كامل. غادي نجمعها، باردون اسمحوا لي. صافي هنا مشاهدينا الكرام كتكون على هذا الشكل اللي شفتوا. كناخذ 100 غرام ديال الزبده. في العاده كنديروا بقدروا ديروا ما بين 80 حتى 100 اللي بغيتوا، ما بين 4 ديال المعالق حتى 5 اللي يعجبكم. هنا الى اللي ما عندوش الميزان بالمعلقه الكبيره 4 ديال المعالق ديال الزبده. كنحاولوا اننا ندخلوا هذيك الزبده مع العجينه، وغادي نعجنها غير فقط بضع دقائق، واحد 2 دقائق فقط غادي نعجنها. اللي عندكم العجانه ديروها فيه،
على هذا الشكل هذا. واحد 2 دقائق بين 2 حتى 3 غير كتجمعنا العجينه، كتعطي كتكون رطبه، كتجيش قاصحه، كتجي دغيا، كتعجن معنا وكتعطي واحد بعد ملي غادي نخدموها كتجي رطيبه. وقاعد نقول لكم وين تخلطوا مزيان تمزجوا مزيان كتجينا زوينه. صافي العجينه على هذا الشكل هذا مشاهدينا الكرام. هنا غادي نقسموها، غادي نحيد منها ماشي النصف، قل من النص كما كتشوفوا. غناخذ هادو صغار وغنخلي هذيك العجينه الكبيره غادي نديرها بوحدها، فقط الربع ديال العجينه اللي غناخذو بالنسبه لهذه، لان غادي ندير ليها غنضيف ليها المنسمات. انا كنضيف ليها شويه ديال النافع وحبه الحلاوه. المهم اللي بغيتو، انا درت غير شويه في الاول، من بعد ملي خلطت مع العجينه كيبان لي بان خاصني باقي شويه ديال النافع. المهم ضيفوا اللي بغيتو 2 معالق ولا واحد غير النافع بوحدو راه كيجي زوين. صافي انا ضفت غادي نزيد ليه باقي واحد شي شويه لان بالي قليل. المهم غير باينه في العجينه كتعطي واحد الريحه زوينه. هاد القراش اللي كيقولوا القراش اللي يمكن كيجيو زوينين، كنعقل عليهم في الصغر ويجينا كيوجدوهم لينا داك شحال كلينا فيهم. المهم هنايا كنخلطوا كنحاولوا اننا داك النافع وسميتو ندخلوه مزيان مع العجينه. وهنا غادي نضيفوا الا بغيتو، انايا عجبني ندير معاهم الزنجلان. المهم راه هما معروفين كيكون فيهم الزنجلان، الا بغيتو تضيفوه ما بغيتوش زينوا به غير من الفوق. اللي ما كيعجبوش راه كيجيو غير حتى بالنافع بوحدو زوين. وهنايا صافي ملي دخلت هذاك الشيء ديال الزنجلان تقريبا معلقه كبيره، صافي كناخذ هاد العجينه كنديرها في واحد البول وكندهنها بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش هي كتخمر، وندير لها واحد الكيس بلاستيكي باش تسخن ونخليها على جنب مده ديال 30 دقيقه تقريبا. ولا كان عندكم الجو بارد ديروها في الفران. حنا هنايا مره بارد مره سخون، نديروها في الفرن ولا نخلوها فيه تموت نص ساعه تكون مسدوده في شي بلاصه باش تخمر لكم دغيا. هنايا كنشدها راه كتشوفوا العجينه كتكون خفيفه، ماشي عجينه اللي هي كتشوفها كتلصق لكم شويه في اليدين. وانا كنحاول ما نضيفش بزاف الدقيق باش تجيني رطبه. حتى الا ضفتوا الدقيق شفتوها كتلصق بزاف، ضيفوا شي حاجه اللي هي قليله. كنديرها على شكل كويرات على هذا الشكل هذا، كيكونوا غير صغار. صافي كنحطوهم. الا بغيتو غير كويرات صغار كتقدروا ديروا بين 50 حتى 60 غرام الا بغيتو تقيسوهم في الميزان، كيكونوا متوسطين. هو انا مشاهدينا الكرام كنشكل كامل العجينه ديالي. هنايا كنحطها في البلاطو، كنخلي شويه بينها شويه المسافه لان مازال غتخمر وغطيب. انا غادي نغطيها بواحد الكيس بلاستيكي باش تخمر ليا دغيا. الحاجه اللي بغيتوها تخمر لكم غير ديروها على الاكياس بلاستيكيه دغيا، كطلع فيها داك الصهد، كتسخن العجينه دغيا كتخمر معكم. غنخليها مده مشاهدينا الكرام، غنخليهم واحد المده ديال تقريبا ساعه. الا ما سخونش الحال عندكم خلوها حتى ساعه ونص ضروري. هذوك يخمروا مزيان، كيكون فيهم النافع، وهذا ضروري يخمروا هذوك الخبيزات باش يجوا قطنيين. العجينه اللي خليت قبيله خديت منها غير النص، والنصف رجعته في لابواط وخليته غطيته. بالنسبه لهاد النصف هذا غادي نسرحو، ضروري ندير ليه الدقيق. دابا الا غنسرحو هاد العجينه تاع البريوش كتلصق لينا في البلون، ضروري شويه الدقيق على خفيف واخا رشيتوه. بالنسبه لهادوك اللي درت قبيله لا ما رشيناش، انا غير كويرات دغيا خدمتهم، ولكن هذه راه كتلصق كنرشو شي شويه. صافي حتى كنحصلوا على عجينه اللي هي كبيره، ما تكونش غليظه، تكون رقيقه شي شويه. ولا شفتوها كتلصق لكم رشوا شي ديال الدقيق، ما تخافوش منها غير رشوا. هنايا كنجيب الزبده اللي عجبكم. انا درت هنا 3 ديال المعالق تاع الزبده، ضفتها خليتها حتى دابت غير شي شويه، طلقات في الميكرووند ولا خرجوها بكري قبل ما ديروا البريج ديالكم تطلق شي شويه. هنايا كنسرحها كامل في العجينه كتعطي واحد المذاق زوين. هنا كنجيب شويه ديال اللوز ولا الكاوكاو اللي عندكم اللي هو محمر في الفران ومطحون، كناخذو كنطحنوه مزيان على هذا الشكل كتشوفوا. كناخذوا واحد الكيس تاع زهرات البرتقال، ولا ما عندكمش ديروا غير مزهر، شويه مزهر وشويه السكر الا بغيتو. وهنايا شويه القرفه، الا ما عندكمش زهرات البرتقال ضيفوا معلقه ولا 2 تاع السكر، وضيفوا القرفه، وديروا شويه المزهر ديالكم، نسموا باش يجيكم المذاق بنين. كيجينا مذاق بنين في البريوش. هذا البريوش ما كيجيش حلو مزيان الا كنتو درتوا المكسرات ضيفوا السكر. انا راه درت السكر لان كيجي شويه مسوس. كتشوفوا مشاهدينا الكرام عندي الزبيب حتى هو نديرو فيه، كيجي هذا البريوش رائع بزاف، واحد المذاق عنده. تقدروا ديروا الكاوكاو، انا درت باللوز، هذا اللوز اللي عندي. ديروا بالكاوكاو، ديروا باش ما بغيتو ديروا اللوز مخلط مع الكركاع حتى هو كيجي لذيذ بزاف. هنا ضفت كما كتشوفوا الزبيب على هذا الشكل هذا، الكحل ولا اللي عندكم اي زبيب عندكم.
المهم نتوما الحشوه اللي عجبكم ديروها فيها، المهم اللي كيتوفر عندكم. تقدروا ديروا غير المربى من الداخل وشويه ديال الشوكولا حبيبات اللي عجبكم ديروه، اللي كيتوفر في اي منزل، ماشي ضروري نديرو اللي عندي انا هنايا اللي توفر عندي. راه شفتيني كاين شي بعض الحالات ما بعد الفيديوهات ما كيتوفرش عندي بزاف الحوايج، كنخدم باللي عندي انا صافي. كنسد هذا الرولي هذا وكنحاول انه ما يلصقش في الطبله، داك لتحت نلصقو مع العجينه يبقى لاصق في العجينه. وغادي ناخذ واحد الموس، غادي نقطع ماشي كلشي، غنبدا شي شويه من غنخلي واحد 2 سنتيمتر ونقطع ونقلب هذيك العجينه. واخا تشوفوها كيخرج لكم منها شي الزبيب وهذوك المكسرات ما تخافوش، غير قلبوها راه غادي باقي في الاخر غتشد كلشي العجينه. كنحاولوا نقلبوها، نطلعوا العجينه نطلعوها من التحت للفوق، وغادي ندير بحال الضفره بحال الا كنضفروا صافي. هنايا شوفوا على هذا الشكل هذا، واخا تشوفوا العجينه مطلوقه كلشي راه كتجي لذيذه. هذه راه كتجي واحد المذاق ديالها ما شاء الله، راه نهار كتمشي في نهارها ما كتصبرش حتى الغد ليه ولا كتكلف كتجي بنينه بزاف. انا بعدا من عشاق هذا البريش على هذا الشكل اللي كيكون معمر باللوز وبهذا الخير كامل، كيعجبني. ما كنشدش راسي، غير كتخرج من الفران سخونه كنقول سربي متى غادي نصورها باش ندوق. كيعجبني، كيعجبوني بزاف. ما كنديرهمش بزاف لان كنخاف، كم عارفين خاص الواحد ما يكثرش من هاد المعجنات، ولكن مره كيعجبني ناكلهم. كنجيب واحد البابي، قول لي لا صدعتينا راسنا بالهضره. المهم النهار كنشارك معكم بشويه اللحظات ديالي اش كيعجبني واش ما كيعجبنيش. انا جبت واحد الورق ديال الطهي وغادي نقسمهم الوسط. شفتوا ملي سديت العجينه ديالي سديتها وحاولت نلصق ليها الرؤوس هادوك يلصقوا باش العجينه ملي تخمر. ملي حليت ليها الوسط كنحاول وسط هذاك البابي شفتو قطعته بالمقص من الوسط وزيتها كتجيني ساهله نهزها ونديرها في هذا المول اللي مثقوب من الوسط. تقدروا ديروها في المول اللي هو مسرح ولا اي مول بلا ما يكون، الا ما عندكمش هذا المول هذا تقدروا ديروها في اللاطه تاع الفرن عاديه وتخليوها. غير فقط هذا المول هذا كيعاوننا باش تنفخ وكيعطي هذاك الشكل يكون دائري وزوين. صافي هنا مشاهديا الكرام كنخليها على هذا الشكل وخليها حتى تخمر. خدات وقتها حتى تنفخ معكم مزيان، ضروري انها تخمر، تسنو غتجيكم عجينه من الداخل لان فيها المكسرات. ضروري خلوها حتى ساعتين ماشي مشكل، المهم غير تخمر وصافي. الباقي ديال العجينه كناخذوها كنقطعها حتى هي على شكل كويرات متساويين. بالنسبه للكويرات تقريبا كتكون فيها حتى 60 غرام الا بغيتو تقيسوها. ايوا انايا صافي كنخليهم على هذا الشكل هذا غادي نقطعهم. ضروري هاد البريش درت معكم مشاهدينا الكرام راه كان فيها بزاف الهضره، ولكن راه كنحاول باش نشرح باش تنجح معكم الوصفه. ضروري العجينه تكون مطلوقه وتخمر مزيان. راه انا غطيت هذا البريش هذا غطيته بكيس بلاستيكي كما شفتوا هنايا واحد شويه كما قطعته معكم، غطيته واحد 5 ديال الدقائق طلق ليا هذيك العجينه. من بعد هنا جديت واحد الكاس باش نتقبها من الوسط. الكاس نسيت ما فوتوش من الدقيق. ناخذ هذاك الكاس دابا غادي ندوزو من الدقيق وغادي ندير به العجينه كما كتشوفوا. كيجينا ساهل كيشكل لينا العجينه. كنحاول نتقبها كامل. صافي هنا كنكمل بيديا كندير على شكل حفره باش فين نعمرها غنعمرهم بشويه التفاح هكا يكونوا هاد الحفره تشد ليا مزيان الخليط الفوقاني. انا كناخذ شويه ديال كناخذ صفار بيضاء مع شويه الحليب ودرت لهم شويه الفانيليا السائله ولا ديروا لهم شويه ديال القهوه ولا غير على حسب الريحه كتمشي لينا من البيض. كندهن كامل هذا البريوش ديالي كندهنو كامل. انا بالنسبه لي التفاح اللي سلقت غادي نحيدو غادي نديرو في واحد الصفايه تتصفى من الماء، عاد كنديرو في واحد المشواغ. انا ما بغيتوش يعطيني داك الماء اللي يخلي لي البرج ديالي من الداخل بحال الا مايه فيه الماء. داكشي علاش درتو في الورق، ديرو في الورق حتى ينشف لكم بالماء باش الا ضفتوه كيجي ناشف في البريوش الفوق كيجي زوين وكيتنفخ معنا البريوش. غنوري لكم بعد غتشوفوه. كنديرو كميه ديال التفاح انا راه قللتها على الاقل خاص واحد بين 3 تفاحات، 2 حتى 3 هذا تغري 2 صغار بزاف تفاحات الصغار اللي درت. صافي كنعمرو. هنايا عرفتي الخليط اللي شاط ليا قبيله هذاك اللوز ما درتوش كامل، كيعجبني اللوز هذاك وزهرات البرتقال ضفتو شويه على التفاح حتى واحد اللذه ما نقول لكمش بنين بزاف يا البنات. ديروا حتى الا ما كاينش اللوز ديروا غير الكاوكاو مع شويه الزهر الا كان كيعجبكم. هنا شفتوا الخليط الاخر اللي درت ديال الدقيق والزبده اللي درتو في المجمد. نسيت ما قلت لكم غتدخلوا مباشره للمجمد حتى كتوجدوا العجينه ديالكم كيكون شاد على هذا الشكل هذا. بعد كتخرجوا من المجمد وكنعمروا به لي بريوش ديالنا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للطهي راه كيكون الفران سخون مزيان كندخلهم مشاهدينا الكرام، كيكون
الفران سخون على درجه عاليه. ملي كندخلهم على 200 درجه لمده ديال 5 ديال الدقائق، كنزلوا درجات الحراره على 180 حتى كيتحمروا لكم ويطيبوا. هنايا كندهنهم بنفس البيض، هادو كيدهنوا حتى هما نفس الطهي عندهم، يعني الفران يكون سخون دخلوهم وكديروهم على 200 درجه مده ديال 5 دقائق ونزلوا الدرجه باش يتنفخوا لكم مزيان. ومن بعد ملي كيتنفخوا كتبقى يطيبوا على خاطرهم حتى كيتحمروا مزيان. وانتم كتشوفوا التحمار اللي عجبكم محمرين بزاف ولا لا، انتم كتحكموا في اللون ديالهم. وهنا كناخذ الزنجلان المحمر وكنديرو من الفوق. انا ما حمرتوش الزنجلان، عندي الزنجلان العادي ودرتو غير من الفوق، ما حمرته ما والو، غيتحمر في الفران مع البريوش. وهنا كما كتشوفوا راه البريوش هذا خليته تتنفخ متنفخ مزيان، خدا الوقت ديالو حتى خمر مزيان. الا ما خمرش غادي يولي لنا مدقس بالداخل ما يجيناش قطني. خليته مده حتى ضعف الحجم ديالو مزيان. داكشي علاش قلت لكم خاص ضروري ان تخمر. بالنسبه للمبتدئه دائما كنشرح، اما الناس راه تبارك الله كلشي كيدير البريوش كلشي كيدير كلشي ما شاء الله. هنايا كناخذوا المول الاخر، كتشوفوا هذيك البريوشه اللي كنت معمره شفتوها راه تنفخات مزيان، خليتها خدات وقتها في الخمير. دابا راه سخون الحال في البلاد، بالنسبه اللي كيشوفني من البلاد ولا من اي بلاصه اللي عندكم سخون الحال ما غتاخذ لكمش وقت دغيا غتختمر معكم. هنايا كندهنوا ثاني بداك الجوانب اللي كنشوفهم بيضين، كندهنهم بهذاك صفار البيض اللي كنت دهنت به قبيله مع الحليب باش يعطينا واحد اللون زوين. ضروري يكون مع شويه الحليب، معلقه هكاك ولا جوج. صافي هنايا كناخذ شويه اللوز ايفيلي، هذه كتبقى غير اختيار، بغيتو ديروها ديروا اللوز ايفيلي، ما بغيتوش ديروا عليه داك اللوز قبيله اللي شاط لكم ولا الكاوكاو اللي غتخدموا به، ولا تخليوها غير هكذا كتجي مزيانه. كطيب حتى هي على نفس الدرجه اللي كنت قلت لكم غندخلها للفرن. هنا بعد ما طابت على هذا الشكل هذا كتشوفوها راه كتشات محمره، فقط انا ما بانت لياش ملي جيت نفيلمي بانت ليا ماشي محمره، هي راه محمره. كتجي طايبه، كتجي طالعه وطايبه زوينه تشوفوها، كتجي عرفتي راه هشيشه كتهرس. هنا كناخذ مشاهدي الكرام زينه من الفوق، مع كتكون ما كتكونش حلوه بزاف، ناقص فيها السكر. شفتو درت غير 6 المعالق في الكيلو كامل. هنايا كناخذ شي السكر كلاصي ولا السكر ثقيل، كنضيف ليه غير الحليب، خليه يكون بداو ضيفوا السكر حتى يجيكم بحال ديال الملفاي. هذيك الطبقه اللي كنديروا الفوق كتكون ثقيله، الكلاصاج هذاك كتجي على هذا الشكل ثقيله، عاد ديروها فوق البريوش ديالكم راه كتجي بنينه. راه واخا شفتو راه ما كيجيش حلو نهائيا، واخا ضفت لها هاد الكريمه ديال السكر وكتجي الحلاوه ديالها ماشي حلوه بزاف بزاف، كتجي عاديه بهذا السكر هذا. صافي كيجي الخليط ثقيل على هذا الشكل، وكنزين به من الفوق البريوش، كندير كخطوط فقط. كاين اللي كيدير القرفه ثاني، كيديروا القرفه مع السكر والحليب الا باللي كتعجبكم. انا قرفه ما كتعجبنيش بزاف في الفوق ديال البريوش، ما عنديش معها، عليها درت فقط شويه ديال السكر. صافي مشاهدينا الكرام، هنايا وجدت الطبيله ديالي، شفتو سريعه وما كتاخذش وقت بزاف. انا ندير لكم هذا البريوش ديال التفاح ملي طاب على هذا الشكل هذا ديال التفاح والحشوه هذيك درت الفوق ديال الزبده وهذا كتجي زوينه. شوفوا البريوش ملي التفاح انا نشفتو قبل راه ما كيجيش ميدم ولا نازل، راه كيجي بريوش اللي هو قطني، وداك التفاح ما كيبينش الا من الدم الفوق البريوش. كيجي بريوش اللي هو بنين بزاف، كيجي رائع. وشوفوا كيفاش داير، راه قطني. وهاد القراشل اللي كيقولوا لهم ولا المهم هذا البريوش شوفوا كيفاش قطني، راه كيجي هائل. تقدروا ديروه في الثلاجه ديالكم احتفظوا به. انا كنديرو في اكياس بلاستيكيه كيبقى عندي 4 ايام 5 ايام. في المجمد كذلك ما تخافوا منه والو. الا كثرتوه بحال هكا درتو طبيله اخرى وبقى عندكم غير ديروه في الثلاجه. شفتوا كيفاش كيكون قطني، راه كيجي هائل بزاف. هذا البريوش هذا كيجي زوين. بيتو نتوما تكثروا فيه المنسمات، بيديروا كثروهم فيه. هنايا المنسمات انا كنقولها هذا الزنجلان والنافع هذاك الخير كامل. شوفوا هذيك البريوشه الكبيره هذيك راه كتجي لذيذه، هذه بنينه بزاف. هذه راه كتجي بحال درتي شي كيكه ما تعرفيش كاع اش فيها، وقطنيه. انا مع سخونه مازال سخونه، نوريها لكم اللي تبرد شي شويه هكا سخونه وكتجي لذيذه. واخا كتشوفوها راه شوفوا قطنيه من الداخل، شوفوا العجينه ديالها كيفاش كتكون، راه طايبه وقطنيه هشيشه 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 لواحد الدرجه. انا نوريها لكم بعد ما بردات شويه. كنجبدوها عرفتي راه كنقطعوها راه بحال الحرير كتذوب كتذوب. كتبدا داكم تجربوها مشاهدينا الكرام، كتجي بنينه بزاف. والى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده.
وكنشكركم بزاف. ولا جربتوا وصفه من وصفاتي ما تنسونيش من التعليقات الزوينه ديالكم. كنشكركم بزاف على التعليقات اللي كديروا لي. شكرا شكرا مشاهدينا الكرام، شكرا من قلبي. كنكون فرحانه الا كديروا لي كومونتير. ومشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعه ديالكم. غنخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وصفات جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.